السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو هيبقى طويل شوية. النهاردة هيبقى عن ازاي ان شاء الله بأقل من 500 جنيه تملي بيت الخير من سمك وفراخ طول الشهر. هقولك افكار حلوة قوي للتوفير برضو في الفيديو. ان شاء الله هعمل برضو معاكم الغدا، فاتم مشاهدة ممتعة كده والفيديو يعجبكم. اهم حاجة لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تشرفيني باشتراكك وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان يجيلك اشعار لكل فيديو انزله. اخبطيلك لايك كده على السريع علشان الفيديو يترفع معايا، وطبعا ما تنسي على النبي في الكومنتات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات مع سيدنا محمد. كده هنبدأ ان شاء الله الفيديو. هنا انا نزلت جبت فراخ، جبت وراك، ما جبتش فراخ وهقول لكم ليه. وجبت سمك، جبت نوعين، نوع اللي هو الماكريل والنوع التاني اللي هو المكرونة. نرجع للفراخ. عايزة اقول لكم لما بتجيبي الوراك بتجيبها مثلا بالكيلو، بتطلعي منها اكتر ما بتجيبي فرخة على بعضها. تمام. انتي مثلا بتجيبي فرخة، بتوزني طبعا الفرخة وهي صاحية، بتوزنيها مثلا 2 كيلو. عبال ما بتتنضف بقى وبتطلعي منها بقى الريش والحاجات اللي في بطنها وكده بتقل، يعني بتقللها حوالي يعني اقل من نص كيلو، اكتر من ربع شوية في الحدود دي. انما انتي لما تجيبي وراك او تجيبي صدور بيطلع لك صافي. يعني مثلا انا جايبه 2 كيلو، طلع لي صافي 2 كيلو ما هدرتش منهم اي حاجه. وما شاء الله زي ما انتم شايفين الورك كبير، يعني ال2 كيلو عملوا 5 اوراق كبار ما شاء الله. زي ما انتم شايفين انا قطعت الورك على 3، يعني ال5 عملوا لي 20 قطعه. وزي ما انتم شايفين برضو القطعة ما شاء الله محملة وفيها لحم كتير، يعني اللهم بارك. عشان كده بقول لكم لما تشتروا اشتروا وراك على بعضها. تمام. بتطلعي منها قطع كتير. يعني انا ال2 كيلو هعملهم على 3 مرات، ممكن انتي تعمليهم على 4، ممكن تعمليهم على مرتين على حسب افراد اسرتك قد ايه، وعلى حسب برضو انتي عاوزة تعملي ايه يعني. فهماني طبعا. دوت السمك المكرل. تمام. انا جبت كيلو ونص، كيلو ونص مكرل. الاتنين دول كان كيلو ونص، الكيلو كان عام 50 جنيه. دوت النوع النضيف طبعا عشان انتوا شايفين ان السمك كبير، فالنوع دوت غالي شوية، بس في الطعم وفي الاكل جميل جدا. انا هعمله بطريقة مختلفة، لا هشوي ولا هدخل. هعمل ان طبعا لو احتجت ان انا اشوي لازم هشوي الاتنين. تمام. انما انا هقلي يعني مثلا هعمله على مرتين فبالتالي هقطعه القطع اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجة انا نضفته، شلت الراس، فصلت الكاميرا عشان اعرف انضف على طول والفيديو ما يطولش. نضفت كويس، انا مفتحتش بطنه زي ما انتوا شفتوا عشان اعرف اقطعه زي ما انتوا شايفين كده، تتقطع جزل كده. والتقطيعة يعني القطعة تكون ماسكة نفسها علشان ما تتهريش معاكي. تمام. ادي كده اول سمكة. ما شاء الله السمكة طلعت 7 قطعات يعني. تمام. كده تاني سمكة. انا هعمل السمكتين دول على مرتين، يعني كل مرة سمكة. حابة تعملي اقل من كده تمام، حابة تعملي اكتر. هي انا بديكي مجرد افكار، مجرد افكار للتوفير، وانتي بقى يعني بترتبيها على حسب يعني على حسب وضعك انتي. تمام. هنا كنت طبعا عايزه اعمل غدا، لان انا اتاخرت في الغدا اليوم ده. جبت فصين توم على قرنين فلفل على طماطمايه، وحطيت البهارات بتاعتي، ربع معلقه كمون، ربع معلقه بهارات اللي هي ال7 بهارات، ربع معلقه فلفل اسمر، واديتهم فرمه سريعه في الخلاط بالسمك بيهم. انا هتبل السمك الاول قبل ما افرز الحاجات، عشان عقبال ما افرز يكون السمك اتبل كويس واتملح كويس معايا. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اتبل.
انا ما عملتش نوع واحد. انا كنت قلت لكم انا جايبه كيلو مكرونه، شلت من المكرونه وحطيت بداله من الماكريل، يعني نوعت كده الاتنين مع بعض. تمام، عشان ما اعملش يعني حاجه واحده، قلت انوع يعني. هبدا ان انا احشي بس السمك كده علشان يتبل كويس. بعد بقى ما تبلت السمك، حطيته بقى على جنب كده ياخد ويدي في التتبيله مع نفسه، وجبت الفراخ، جبت 3 اكياس زي ما قلت لكم انا هعمل الوراك على 3 اكياس. هنا انا بوريكم القطعيه اللي بعد الدبوسه، وبعد الحته اللي هي بتاعه اللي بعد الدبوسه، على الحته اللي انا وريتها لكم في ايدي دي العظمه نفسها. تمام. هي في ناس بترميها، بس انا طبعا ما برميهاش. زي ما انتوا شفتوا كان فيها كميه لحم ما شاء الله كبيره. فانا عملتها على 3 مرات. كل كيس في كيس فيهم كان فيه 8 7 حتات، كان كان في كان كل واحد فيه 6، يعني كيس 6. تمام. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكيس معايا كبير، يعني بيكفي هيكفي معايا أكلة، والأكلة هتكفي 5 أفراد بإذن الله. لأن طبعا أنا ولادي صغيرين يعني مش كبار، فبالتالي زي ما انتوا عارفين الولاد أصلا أكلها قليل بالذات في اللحوم. فيعني هي القطعة اللي أنا عاملاها ليهم دي كويسة جدا، فكافية جدا ليهم يعني. فانا بحسبها ازاي؟ انا بدل ما بعمل مره واحده في الاسبوع، اعمل مثلا فرخه كامله في الاسبوع، يبقى انا اعملها على مرتين لو الفرخه كبيره، يعني لو حجمها كبير. تمام. فانا بحسبها بكده، بدل ما اكل مره واحده اكل مرتين واقسمهم على المرتين. تمام. وعاده اصلا يعني كتر اللحوم غلط. تمام. فعشان كده انا بظبط نفسي ان انا ايه، ما كترش يعني كل حاجة، وتبقى بالعقل ما نكترش وخلاص. مش كل حاجة يعني اكل وان احنا نكتر وكده. بتكون مظبوطة، بتكون حلوة، وبنحس بطعمها زي ما انتوا خلاص. وخد من التتبيلة واتملح واتظبط. انا هحط 3 اكياس من الفراخ وكيسين من السمك. هبدأ بقى على طول عشان انا اتاخرت فيه. حطيت حله كده على النار، وهبدا ان انا اجيب بصله. هبدا رز الصياديه، لان انا هقلي السمك، فهعمل جنبه بيه اول حاجه علشان الرز طبعا هياخد وقت معايا. سمك الحله انا تقريبا بقشر البصل، ان انا اقطعها. تمام. على ايدك. تمام. انا البصل بتاع الرز ان انا حلو، مش بحسوش حلو في الرز. لو بقى التتبيله زي من البصله توفير. دايما خلي عندك حصالة في البيت، فاضل معاكي اي فلوس فكة ايا كان. مثلا عندك اطفال بياخدوا مصروف، لازم تعوديهم يحط، يعني اعملي الحصالة للبيت كله. الكل يكون لا قدر الله في اي حاجة في فلوس في مشترك فيها، فبتبقى حلوة، فكرتها حلوة. بتستفادي منها يعني في كذا حاجة. ان انتي بتكون موجودة معاكي فلوس في البيت للطوارئ، لا قدر طفل تعب وحاجة. اي حاجة من اللي هي اللي بتحصل طوارئ دي، مش اللي بنبقى مش عاملين حسابنا ليها، فبيكون موجود معاكي فلوس. تاني حاجة ان انتي بتعودي الولاد ان هما في حاجة زي كده، ان هو المصروف اللي ياخدوه مش يصرفوه كله. تمام. يكون عندهم حتة كده من التدبير، ان هم ايه الحتة دي نوع، واي فلوس معاه يروح يصرفها ويضيعها في الهوا. تمام. فدي موضوع الفلوس لما بتيجي تفتح تلاقي مبلغ، فاهمني؟ فانا دايما عامله كده، مثلا 5 10 فاضله من السوق، اي فلوس معايا جدا للتوفير، وفر معاكي. فدي بالنسبه لي بتبقى منقذه. الحصاله دي بتبقى منقذه ليا. يعني حتى لو ما حصلش اي طوارئ او اي حاجه، بفتحها بقى، بنجيب اجدد بيها اي حاجه، اجيب بيها حاجه للولاد جدا يعني.
هن احمر، خد اللون اللي انا يعني اللي انا بفضله، على حسب انتوا بتحبوه اغمق من كده افتح من كده، تمام اللي انتوا حابينه، بس بديكوا الافكار. تمام. هبدأ ان انا بس انزل عليه، نزلت عليه بالميه. طبعا قلت لكم على التوم والسبع بهارات وفلفل اسمر والملح طبعا. هبدأ ان انا اديله تقلبتين وبعدين اغطي عليه بقى لحد لما يفور. طبعا انا ما لقيتهوش شويه عشان انا كنت مستعجله، قام بالغرض يعني. هنا انا بقى ميه تاني ضفت شويه ميه وظبطت له كل حاجه، وهغطي عليه بقى عقبال ما يتشرب. هجهز بقى الطاسه والحاجات بتاعه السمك والدقيق عشان نقوله ثانيه، وابدا بقى ان انا اقلي في السمك. هنقوله على العين الطاسه ويكون فيها السمك، وابدا ان انا اعمله في فيضه بسيطه، النار ومتخدره يعني مش كبير. لما بوطي العين بتكون السمك كبير قوي، اللي انا خايفه انه يستويش كويس. لما تكون النار يعني السمك صغير بسيب النار عاليه لحد لما بيستوي. ابدا ان انا اقلب. بصوا بقى هقلب، مش هقلب السمك دلوقتي لا، انا كان فاضل 2 يعني اتنين. تمام. براحته يستوي براحته. بصوا بقى بقيه التتبيله بقى والعصاره اللي لازم دي هنرميها؟ لا طبعا احنا ما بنريحها وطعم عادي. السمك ما تخافوش من فيه اي زفاره. بيلا وتحطيها على وش الرز، انا بس فردتها على وش الرز وفردت كده والاسباتولا من فوق ما قلبت. جميل، اتمنى تجربوها. ده مش فاضله دقيقه بالظبط وهيكون خلص. وانا زي ما قلت لكم مش فاضله الا حتتين 2 بس، فانا يعني انجزت في وقت تجهيز الغدا، خلص بسرعه الحمد لله، ما خدش معايا وقت. هبدأ بقى كده ان انا على السلطة. انا كنت بطلع الطماطم والخيار وخيار بس، ما حطيتش اي اضافات تانية. هقطع كده السلطة اي بقى تقطيع اللي انتوا حابينها، بس انا بفضل التقطيع اللي هي الصغيرة مادام جنب سمك السلطة تكون. هنا السمك كان خلص، هبدأ ان انا اطلع، اجيب طبق واطلع. عايزه اقول لكم ما شربش زيت خالص، ما شربش ولا نقطه زيت. طعمه كان جميل. طريقه ان انت تعملي له تتبيله يعني تحبشي التتبيله كده وتكون حلوه، ويقعد له ساعه كده ولا 2 في التتبيله. هنا طبعا انا حطيت اخر حتتين فاضلين من السمك وبعمل في السلطه، يعني خلاص اوريدي خلصت. المفروض كده خلاص الحمد لله خلصت. عايزه اقول لكم ان انا تعبت في اليوم ده جدا، لان انا نزلت جبت الطلبات اللي انا صورتها معاكم وجهزت طبعا تعب. فاتمنى ان انتوا تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت جميل كده زيكم يفرحني. هنا بعد ما الاكل خلص عايزه اقول لكم طريقه الرز التركيه اللي انا عاملاها دي بتخليه في حته تانية خالص. اتمنى تجربوها. السمك كان مقرمش وجميل، كان مقرمش جدا من بره وطري من جوه. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وكومنت. ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار لكل فيديو جديد. والسلام عليكم.